وليد العليلي فنان لبناني مناضل مكافح توفى جراء سكتة قلبية مفاجئة اليوم، للأسف عن عمر 65 سنة. وليد له فترة غايب لأنه ما في فرص عمل، لأنه الممثل اللبناني مهمش لصالح الممثل غير اللبناني، مع محبتنا لكل الممثلين العرب، تحديدا الممثلين السوريين اللي منحبهم قد الشعب السوري. لكن بفضل بعض شركات الانتاج اللي عنا اللي كانت تفضل السوري على اللبناني، بقيوا عدد كبير من الممثلين اللبنانيين قاعدين ببيوتهم بدون ما يشتغلوا، تحديدا اذا كنا عم نحكي ممثل لبناني رجل. يعني يمكن المرأة كانت تلاقي دور البطل، دور البطل ما كان الرجل. للأسف الممثل اللبناني اللي همش تم يعني محاصرته بلقمة عيشه لصالح انه المحطة العربية شو بدها او المنصة العربية شو بدها. فوليد العليلي ظلم في حياته، ظلم من بعض أبناء وطنه أيضا، ظلم من بعض الجهات، ظلم من بعض الناس، ظلم مثل ما أنت بتنزل وبتحمل العلم غير اللبناني، أي علم تاني، وبتفضل أي حدا تاني على ابن بلدك اللي عم بيقتلوا العدو مثلا. ايه كان يصير هيك بالتمثيل، كانوا يفضلوا الممثل غير اللبناني على الممثل اللبناني. وحتى لو نحن بنعتز بالممثلين الآخرين، وليد كان بيستاهل أكتر من فرصة وأكتر من دور ونجاح أكبر بكتير من اللي عمله، وكان قادر يعمل هيدا النجاح وبيستحق وعنده القدرات وعنده الإمكانات. بس للأسف هيدا البلد اللي ولا مرة شفنا شعبه كله متحد خلف ابن البلد أو خلف مصلحة ابن البلد، دايما الغريب قبل اللبناني. الله يرحمك يا وليد. عبد الله بعلبكي من كل لبنان، إلى اللقاء.